لا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا لا يمكن أن أوفيكم حقكم جميعا بها 8200 8300. والله يعني أرجو أن تعتبروا كلامي رسالة شخصية مباشرة لكل واحد منكم. أنتم طلعتوها من ذمتكم وحطيتوها بذمتي. طموحكم أكبر من أي أمر آخر. ألف شكر لا تكفيكم. ما أستطيع أن أوفيكم حقكم إلا أن أعمل جاهدا ليلا نهارا من أجل خدمة البلد، خدمة البلاد والعباد، ولرفعة هذا الوطن بعيدا عن أي أمور أخرى. اليوم احنا جايين، يفترض أن تكون هناك صفحة جديدة، ويفترض أن نلتزم بما جاء بالنطق السامي وبما ذكره حضرة صاحب السمو من تطلعات وطموحات لأبناء الشعب الكويتي. هذا الرقم وبهذا المركز قسما بالله يحملني مسؤولية كبيرة جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيني على تحمل هذه المسؤولية. وأسألكم جميعا اللي حضرتوا اليوم وصوتوا لمرزوق الغانم وحطيتوا اسمه بالورقة وأوصلتوه بهذا الرقم وبهذا المركز أيضا أن تعينوني ولا تتخلون عني، لأن أنا بدونكم ما أسوى شيء، وبدون دعمكم لا يمكن أن أستطيع أن أعمل أي شيء. لكم كل الشكر والتقدير. سامحونا بسبب انهاكنا لكم خلال هذه الفترة في الحملة الاقتصادية. إذا كان في كلمة يجب أن تقال بأن الرسالة التي أوصلتموها من خلال التصويت لابنكم مرزوق الغانم بهذه الكثافة وبهذه القوة وبهذا هي دليل واضح على أن كل ما طرح مرزوق الغانم في ندواته الانتخابية يمثل هؤلاء. لذلك لكم مني بأن كل ما ذكرته سألتزم فيه التزام كامل، وسأكون رأس حربة في كل الملفات التي طرحت أثناء الحملة الانتخابية. وأسألكم مرة ثانية، بدونكم ما أسوى شيء، أسألكم الدعم والمساندة كما دعمتون اليوم وحولتوا دعمكم هذا أو بينتوه للجميع في صناديق الاقتراع. أتمنى أن نظل إن شاء الله متعاضدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الفضيلة في هذا الشهر الكريم في العشر الأواخر أن يعيني على أن أكون عند حسن ظنكم.